مدام جيسيكا الطاهره العفيفه الشريفه كانت بتخون جوزها، تقوم ايه حملت، عشان بس المدام السواحليه عايزاها حملت مش حمل، وجوزها كان مسافر فقررت تنزل البيبي، قوم فجاه جوزها طب عليه وحس ان في حاجه غلط، فعاوز يتاكد بقى ان مراته حامل ولا لا، فطلب منها عينه بول. ايه الوليه هتعمل ايه؟ جرت على اخوها جري، واد يا بيتر واد يا بيتر الحقني وكاني والزلباني. ايه حكت لاخوها على الزتونه، والاخ ايه ستر وغطى، هو غطى مصدي، قال لها يا ستي ان كان على عينه البول اللي هو عايزها انا هعمل لك احلى عينه بول مني واديها له، وكده كده عينه البول رجالي فهتطلع سلبي. وبالفعل تلك المدام الشريفه العفيفه اخذت عينه البول وراحت اديتها بكل ثقه لجوزها، قالت له انت بتشك في يا ابو العيال، ادته العينه، هو راح واخد العينه وطلع على المعمل. في المعمل بيعمل ايه بقى؟ بيروح واخد عينه البول ديت ويبدا يبص على هرمون او نواتج تكسير هرمون الاتش سي جي. طبعا انت لا تفقه ما هو الاتش سي جي، بس هو باختصار كده المفروض ان الانثى الحامل الزيجوت اللي هو الجنين الصغنن اول ما بيتزرع بيطلع مجموعه من الهرمونات اسمها الاتش سي جي، دي بتروح للمبيض عشان تعرف المبيض ان مبروك البويضه اللي انت قذفتها حملت، فيبدا يديها بروجسترون عالي. طبعا ده موضوع كبير قوي لا يفقهه سوى الناس اللي معانا بقى في ثانويه عامه لسه خلصان، والدفعه اللي قبلها والدفعه اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. بص انت في ثانويه عامه، انت تاخد ثانويه عامه في كورس احياء عنب، الجزء بتاع التكاثر ده متعه متعه، ما علينا. المهم خدنا عينه البول بتاع الواد بيتر، ويشاء السميع العليم ان العينه تطلع ايجابي، وخد بالك اللي يستر ربه يفضحوا تحليل، العينه طلعت ايجابي. هتقول لي ازاي؟ اتش سي جي بيطلع من الانثى عشان يعرف المبيض انها حامل، يعني ده المبشر بالحمل، يروح للمبيض يخلص وظيفته يلف الدوره الدمويه يروح للكبد يتكسر والكليه في الاخر ترميه فينزل في البول. احنا بقى بناخد المخلفات دي ونبدا نكشف عليه ما هو الا كاشف فقط، فطبيعي ان الاتش سي جي مش موجود غير في الست الحامل. فازاي البول بتاع بيتر طلع فيه اتش سي جي؟ هل بيتر صديقنا حامل؟ فسيولوجيا حتى لو هو بسكليتة مفيش رحم، فين فين؟ مش هينفع، مش عايز اقول لك خليها تاكلك واسيبك وامشي اقول لك ابحث له، بس انت جاي هنا عشان تسمع ليه ازاي بيتر بقى طلع الاتش سي جي. تعال اقول لك ايه اللي حصل. في الواقع يا عزيزي هرمون الاتش سي جي موجود بصفه طبيعيه جدا في الرجاله وفي الستات، ولو زاد في الستات يبقى احنا منتظرين نونو ويا رب يا ربنا يكبر يبقى قدنا ونعمل له اسبوع، ولكن لو زاد في الراجل نعم مش بسكليت ما تقلقش، ده بيدل ان احنا عندنا حاجه خطيره عافانا الله واياه، زي مثلا كانسر الخصيه او الكبد والبروستاتا وحاجات تانية كتير. او ممكن يعلى عادي جدا لو واحد بياخد ادويه زي ادويه السرطان او بعض ادويه مضرات البول اللي هي بتنزل البول، يعني بتنزل الميه الزياده اللي في الجسم. فانت لو ركزت هو بيعلى في الراجل في حاله ان هو عنده ضيوف خبيثه، عشان كده لو واحد عنده اتش سي جي زياده لازم يتعمل له فحوصات دقيقه جدا عشان نعرف ايه السبب بتاعها، لان في كل الاحوال في مشكله. وبكده يكون الموضوع انتهى والحمد لله عرفنا ان مفيش راجل حامل ولا اي حاجه. هتقول لي يا دكتور بس احنا بنشوف فيديوهات كده واحد بطنه كبيره مش عارف حوار كبير، لو انت عاوزه اكتب لي في الكومنتات تحت، اكتب لي تحت ايه وحشتنا يا دكتور وانا اقول لك انا كمان، ونروح على الانستجرام هناك عشان في ايه في مسابقه حلوه. ولو انت ثانويه عامه روح بقى عندك قناه ثانيه انا هحطها لك هتظهر لك هنا او هنا بقى هنا او هنا ايا كان فتظهر فين، عشان هيبقى عليها كل حاجات ما تخص بقى المحتوى العلمي وثانويه عامه ونظار والضحك والكلام الجميل ده كله. وما تقلقش مش هنسيب القناه تطرب زي المره دي، هنجيلك في الصيف ده كتير ان شاء الله، مش هنسيبها للشتاء الجاي. كان على كل شيء، واخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، and as always be healthy and be safe. السلام عليكم. حلو وحش.